بما إن درجة الحرارة اليومين دول عالية جدًا، خاصةً كمان لو أنت من الناس اللي بتقضّي معظم وقتها في الشارع في عز الشمس، ومع العرق الكتير وشرب المَيَّة القليل، فأنت مُعرّض إن يحصل لك ضربة شمس، أو ما تُعرف باسم الheat stroke. ربنا سبحانه وتعالى خالق لنا غدة اسمها الhypothalamus، ودي الغدة المسؤولة عن إنها تنظّم درجة حرارتنا بشكل ثابت، ودرجة حرارة الإنسان الطبيعية حسب آخر المصادر الطبية بتتراوح من 36.1 ل37.2، والغدة دي بقى عاملة زي السنسور أو الحساس، أول ما بتحس إن جسمك درجة الحرارة بتاعته بدأت تعلى، بتحاول هي تبرده عن طريق إفراز العرق، بس لو الحرارة عليت أوي أو قعدت في الشمس لفترات طويلة فجسمك مش بيلحق يبرد نفسه، معناها إن السنسور أو الهيبوثالاموس اللي اتكلمنا عليها دي بتتعب ومش بتعرف تنظم الحرارة. ومن أهم العلامات اللي هشوفها على الشخص اللي جاله ضربة شمس ده هي الحرارة العالية اللي ممكن توصل ل 40 درجة مئوية، ومن كتر ما الهيبوثالاموس خلت الجسم يطلع عرق كتير عشان يحاول يبرد الجسم وينظم درجة حرارته، جلد الشخص ده مش هيبدأ يطلع عرق تاني وهينشف ويبقى لونه أحمر وسخن جدًا، طبعًا غير الصداع الشديد والدوخة اللي ممكن تخلي الشخص ده مش قادر يقف على رجله من كتر التعب، ده غير بقى القلب اللي هينبض بشكل قوي جدًا وسريع كاستجابة لدرجة حرارة الجسم العالية، وفي نفس الوقت كمان استجابة للجفاف، وفي أسوأ الأحوال الشخص ده ممكن يغمى عليه وممكن كمان يدخل في تشنجات. وأهم خطوة في علاج الشخص اللي عنده ضربة شمس ده إنك تحاول تبرد جسمه بأي طريقة، حطه في مكان فيه تكييف أو مروحة، هتبدأ تعمل له كمادات مَيّة باردة وتحطها على أماكن النبض، أماكن النبض اللي هم حوالين الرقبة وتحت الإبط وعلى الفخذين، ويا سلام بقى لو في بانيو تملاه مَيّة باردة وتقعّد الشخص ده فيها. وخطوة أساسية ومهمة جدًا في علاج الشخص اللي عنده ضربة شمس ده إنك تبدأ تدّي له سوايل سواء عن طريق الفم أو عن طريق الحقن في الوريد علشان تبدأ تعوّض الجفاف اللي حصل له. طب إيه هي الخطورة من إن درجة حرارة الجسم تفضل عالية لفترة طويلة؟ لو الحرارة ما نزلتش هتبدأ تعمل تلف في الأعضاء بتاعة الجسم، لأن أعضاء جسمنا بتتأثر بالحرارة العالية زي القلب أو الكبد أو الكلى. ونصيحتي ليك حاول ما تنزلش في الفترة اللي بتبقى الشمس فيها حامية، يعني من فترة 10 الصبح ل4 العصر، وكمان حاول على قد ما تقدر تشرب مَيّة بكمية كبيرة، وحاول كمان تلبس هدوم خفيفة وتكون فاتحة علشان ما تمتصش أشعة الشمس. وفي آخر الحلقة أتمنى تكون الزيتونة دي فادتك، أشوفكم الزيتونة الجاية، السلام عليكم.